هذه الشيلة كتبتها أم مريم العودي بعد الحادث الذي تسبب لزوجها فارس العودي بالإعاقة وارتجاج في الدماغ، والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها. أداء الشاعر أيمن هيثم. أم مريم حزينة تقول دمع العين مثل السيول، جرحي في الحشا كم يجول، قهره قلبي جريح، كيف أوصف لكم ذا الشعور وأعبر ألم في الصدور، معانيت حمله يجور من آهات قلبي أصيح، والقصة وما قد حصل بشرحها وعندي أمل أوصفها بكل الجمل قبل القلب منها يطيح. زوجي فارس أصبح قاعد فوق الفرش مطروح وحي، والأجراح جوفي تزاي ما عاد في حياتي ملايح. فارس كان فوق المطر حادث قد وقع له خطر، خلى الحال منه عسر طق الكون ذيه وفسيح، صابه في الدماغ ارتجاج شهر غاب والقلب هاج، عايش بيننا بالعلاج طاح الزوج وانا اطيح. كانت حامله وقتها 5 يوم زاد ضغطها، في المشفى تضع حمله سوت عملية صحيح. مريم ساعة الحادثة تبكي يا بشر غاثية، عاد العمر في 5 تتألم علينا تصيح، تبكي لأجل أبوها المعاك. مريم حزنها اليوم فاق 7 ذي انطباق مثل العاصفة وقت ريح، ويظن حن تشوف امها وضعي زاد من قبلها، طفله جاوزت عمرها بالاوضاع هذا تطيح. كم عانيت انا والبنات والله قد كرهنا الحياة، أبكي والبنات باكيات بالآهات دايم نصيح. نتدين وكم يا ديون والحل صعب كله غضب، عمري لجل فارس يهون بس الجرح فيني يقيح. من مشفى لمشفى نروح والأحوال زادت جراح، ارحمنا ليالينا نوح اي والله ما نستريح. فوق الفقر فوق العناء حال الزوج زاد همنا، واحنا وحدنا من لنا من الهم هذا يزيح. رابع عام قلبي يئس وزج في فراشه جلس، ما تحرك ولا عد يحبس طول الوقت ما يستريح. يا قهراه وقعد أراه قلبي قد كره للحياة، ما إنسان واقف معه إذا الحال قلبه جريح. للحاجة أسير بيت أبي عانوني حسب مطلبي، ما حد غيرهم كان بي يشفق في الزمان الشحيح. وابو بكر وابو هديل عانوني وسووا الجميل، وامه جانبي ما تميل وضع الكل مش ومريح. وين الناس ذي يرحموا حالي صعب لو تعلموا، يا ليت البشر يفهموا كم عانيت وفارس طريح. ليت والله وفارس يقوم ترجع صحته له تذوب، يشقى لجلنا ما نحوم ندعى الله يرجع صحيح. لكن كان هذا القدر يتعوق بحادث مطر، احمد ربنا يا بشر شفي يا إلهي فصيح. واختمها بذكر النبي سيد الخلق واليثربي، بصلي وذا واجبي من صلى عليه يستريح.